بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. النهارده هنعمل الحاجة الجميلة دي. ده بانيه يا جماعة. مش كل مرة بقى نقعد نقلي ونحمر، المرة دي هنشوف الفرن بطريقة جميلة جدا. هتشوفوا ازاي. ده نص كيلو بانيه، هنفرده كده زي ما انتوا شايفين، وهن هنبططه شوية بالشاكوش ده عشان يتفرد. يعني هنديله على دماغه. لا اله الا الله. أحلى ناس وأحلى أخوات وأحلى متابعين على راسي من فوق. كلكم والله، الله باحبكم في الله. يا رب تشوفوا الفيديو وتشاهدوه. بس نفرده يعني حبة كده. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأرش عليه فلفل وملح، فلفل أسود وملح عشان نتبله بيها، وبابريكا. فلفل وملح وبابريكا بس. شوف هنعمل ايه. جربوا بقى الطريقة دي، ده حاجة اقتصادية وجميلة. النص كيلو بانيه غدا البيت كله. تعملي بقى جنبيه رز، مكرونة، اللي انت عايزاه. والله أنا مش فاكرة عملنا جنبيه ساعتها، باين عملنا جنبيه رز بشعرية. بس هو هنعمل ايه، بعمل كده علشان خاطر التوابل تخش في قلبيه. يعني بديله خبطة كده عشان التوابل تخش في قلبيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. صلى على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ده مايونيز. دي التتبيلة بقى اللي هنحطها معاه برضو. حطوا لايك يا حبايبي، اللي ما اشتركش في القناة يشترك لي عشان تكبر بيكم. ودي مستردة، ودي توابل فلفل وبابريكا وكزبرة، ودي حبة زبدة رحت سايحهم عشان طبعا البرد بيتجمد بسرعة. وهنضرب كله ده ببعضيه، وهنحطه على البانيه. والله العظيم كان تحفة وكان جميل. وده معايا نص كيلو بطاطس. انتوا عارفين ان انا بعمل اكل قليل عشان احنا صغيرين في البيت، قليلين على قدينا يعني. واللي عايز يعمل يعمل. والله العظيم ده اقتصادية جدا. وهنحط عليه شرايح طماطم كده. عايزة تحطي فلفل معاه حطي، اصل انا اكتفيت بشرايح الطماطم دي. يعني بطاطس وشرايح طماطم. طبعا انتوا بتقولوا ام احمد ما تبلتش ولا حطينا على البطاطس والطماطم اي تتبيلة. اصبروا عليا بس لحد ما نخلص وهتشوفوا انا. عشان أنا من العادة ان انا بتبل الحاجة، بس ده لسه بقى جاي. وهنحط بقى حبة من الخلطة دي، المايونيز على المستردة، وحبة الزبدة. وحطيت جبنة من اللي هي بتموت، اسمها ايه، موتزاريلا. انتوا عارفين ان مش بعرف اقولها. بس وهتلفيه وهتحطيه وهتحطيه كده، هتلفيه كده زي المحشي، وهتحطيه على البطاطس. والله كان جميل قوي. مش كل حاجة بقى نقعد نجلي ونشوي، لا جربي. كل حاجة لازم تجربيها في المطبخ لحد ما تبقى أستاذة. البنات الصغيرين اللي كده، في بنات كتير على فكرة يا جماعة والله العظيم، يعني ما لهمش في المطبخ. لا يا حبيبتي قلبي، اتعلمي. اتعلمي انك انت تعملي كل حاجة في بيتك، ولادك ولجوزك. ربنا يسعد كل أولادنا يا رب، ويسعد كل البنات. حطيتوا ولا لايك لأم أحمد، اشتركتوا في القناة، وسمعتوا الفيديو للآخر. ده بقى التتبيلة بتاع البطاطس. معلقتين صلصة وحبة مية و... وفلفل اسود وملح وبابريكا بس. دي بقى التتبيلة عشان خاطر طبعا البطاطس ما فيهاش اي تتبيلة. ده بقى اللي ايه، اللي هيخلي البطاطس كده تبقى معانا مظبوطة.
ويستوي فيها. بعد كده رُحت حطيته في الفرن وطلع أهو. بُص بقى السرعة. سلام حبايبي، أحلى ناس وأحلى متابعين على راسي من فوق. باشكركم كلكم.